مخلل اللفت. يلا النهارده هنعمل مع بعض شويه مخلل لفت. طبعا عارفين ان احنا في الشتاء وموجود كتير وجميل وطري وحلو قوي. ما تيجي تجيبيه ما تجيبيش اللفتايه الكبير، هات الصغيره وتكون تقيله، بلاش الخفيفه عشان بتبقى شيخه من جوه. انا جبت اللفت وغسلته غسله كويسه، نزلت كل الطينه اللي فيه واي حاجه زياده كده انا مش محتاجاها رميتها. بصوا اللفتايه ما شاء الله جميله هي ومغسوله كويس. والعروق بتاعته دي انا ما بحبش عروق كتير، خدت بس منها شويه صغيرين وبرده غسلتها كويس. وخلي بالك عشان القلب من جوه كده بيبقى فيه في طينه، فاغسليه كويس. وتعالي بقى نقطعه مع بعض كده ونخلله بطريقه سهله جدا، واضافه بسيطه عليه هتخليه مقرمش معاكي لاخر واحده. وهتقطعي بقى التقطيعه اللي انت عايزاها. عندك سكينه هتقطعي بيها، عندك البتاع اللي هي المشرشره، اي حاجه وقطعي التقطيعه اللي تحبيها، بس بلاش تقطعيه صغير قوي، يعني خليها كده محمله شويه كده عشان ما يطرش منك ويبوظ. انا عندي البتاع المشرشره دي اقطع بيها او اقطع بالسكينه، يعني مش هتفرق، بس دي بتدي شكل كده زي اللي انت جايباه من بره. قطع كل الكميه كده وتعالي اعمليه بدل ما تشتريه بتروحي اشتري شويه قد كده ب10 جنيه. لا ده اللفت رخيص جدا، وال3 كيلو ب10، ولو جبتي 3 كيلو هيعملي كميه كبيره جدا وهيقعدوا معاكي وقت طويل. فاشتري اعمليه وبلاش تشتريه. قطع بقى كل الكميه اللي معايا بالطريقه اللي انت شايفاها دي. انا مش مقطعه صغير قوي ولا كبير قوي، مخلياه تقطيعته وسط كده. والعنق بتاعته برضو بروح مقطعاه، واللي هي الحته التخينه دي بروح بشقها كده بالسكينه. العنق دي برضو بيبقى طعمها حلو في الاكل. وانا مش جايبه لفت كتير عشان احنا مش من عشاق المخللات، يعني انا جايبه حاجه بسيطه خالص. فانت هاتي الكميه اللي انت عايزاها. كده انا قطعت اللفت بتاعي اهوت. هنعمل بقى مع بعض المحلول بتاع الملح اللي هنخلل فيه اللفت بتاعنا. هنجيب بقى الميه بتاعتنا. الميه انا كنت غلياها الاول وسبتها لما بردت خالص. عايزه تعملي ميه من الحنفيه عادي على طول براحتك. انا كنت غلياها الاول عشان الميه لما بتغليها بتمنع طبقه الريم اللي بتبقى على وش المخلل ده. فانا احب اغلي الميه واروح ركناها تبرد وبعد كده استعملها. انا حاطه هنا 4 كوبايات ميه، كل كوبايه ميه بتاخد معلقه ملح كبيره. ده المقدار المظبوط للمخلل بتاعك، لا بيطلع حادق قوي ولا ملحه بيبقى درع، ده الملح المظبوط. واضافه بسيطه خالص معلقه سكر هتخليه مقرمش معاكي لاخر واحده. معلقه صغيره سكر بس على الكميه دي. لو انت عامله كميه اكتر هتحطي معلقه سكر كبيره. ومعلقه الملح بتحط لها على كوبايه الميه. ده المقدار المظبوط. والبنجرايه بقى اللي بتدينا اللون الاحمر الجميل، انا بشر البنجرايه، عايزه تقطعيها قطعيها. انا بحب ابشرها لان البنجر لما بتبشريه اول ما بينزل في الميه بينزل اللون بتاعه على طول، وفي نفس الوقت بيتلاقي اللفت بتاعك خد اللون بسرعه، بدل ما تسيبيه شويه ويفضل لسه بقى على ما يتنقع. لا ده بينزل اللون بتاعه على طول. واللفت كمان انا لما قطعته اشتغلت فيه على طول. عايزه ترش عليه شويه ملح وتسيبيه ينزل ميته براحتك، انا اشتغلت فيه على طول. وجبت العلبه دي او بطرمان اي حاجه موجوده عندك. انا كان عندي العلبه صراحه، ما عنديش بطرمانات، حطيته في العلبه دي وفضيت عليه المحلول بتاعه. بصوا الميه بقى لونها جميل واحمر خالص عشان احنا بشرين البنجرايه. نحطه بقى في العلبه كده ونغطي عليه. مفيش اسبوع هتاكلي احلى مخلل لفت. طبعا مفيش غنى عنه مع الاكل، في اي وقت شغال معاكي، فطار غدا عشاء، شغال معاكي في كل حاجه. والمخللات دايما جنب الاكل بتفتح النفس. بصوا طالع لونه تحفه ما شاء الله. نغطي عليه بقى وبعد اسبوع ان شاء الله نفتح عليه. وده حبايبي كان الفيديو بتاعي معاكم النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسيش تحطي لي لايك، ما تنسيش تفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله.